في ليلة مغربية خالصة ومن قلب العاصمة الرباط فتحت صفحات جديدة من تاريخ كرة القدم الإفريقية مع انطلاق أولى مباريات كأس إفريقيا، حدث قاري يحتضنه المغرب في أجواء احتفالية راقية وتنظيم يعكس مكانة المملكة قارياً ودولياً. الأنوار تضيء، الأعلام ترفرف، والجماهير تملأ مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في افتتاح جميل يليق باسم المغرب. وسط هذه الأجواء المهيبة يحضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية في مشهد وطني عميق الدلالة. وقف سموه شامخا وسط أمطار الشتاء يحيي الجماهير ويبادلهم التصفيق في صورة تختصر القرب والاعتزاز والاهتمام بالرياضة كرافعة للوحدة الوطنية. وقبل انطلاق المباراة يتقدم سمو الأمير إلى أرضية الملعب ويضرب الكرة بقدمه إذانا ببداية اللقاء، لحظة رمزية تعلن رسميا انطلاق البطولة وانطلاق الحلم. صافرة الحكم تعلن البداية، والمواجهة الافتتاحية تجمع المنتخب المغربي وضيفه منتخب جزر القمر. الرهان واضح، بداية قوية، رسالة ثقة. يدخل المنتخب المغربي المباراة باندفاع محسوب، سيطرة على وسط الميدان، ضغط متواصل وتحركات ذكية على الأطراف. منتخب جزر القمر اختار التراجع الدفاعي، محاولة إغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات. الجماهير تشجع بلا توقف والإيقاع يرتفع، لكن الشباك ما زالت صامدة والشوط الأول ينتهي بدون أهداف، مع إحساس عام بأن الفرج قريب. مع بداية الشوط الثاني يعود أسود الأطلس بعزيمة أكبر، ضغط أعلى، سرعة أكبر، وتركيز واضح أمام المرمى. وتمر الكرة وتأتي اللحظة المنتظرة، الهدف الأول للمغرب. المدرجات تنفجر فرحا، الأعلام ترتفع، والهتاف يملأ أرجاء الملعب، والكاميرا تلتقط مشهدا لا ينسى، ابتسامة وفرح وتصفيقات حارة من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ونظرة اعتزاز تعبر عن فرح القائد بأبناء وطنه في لحظة وطنية تختصر الكثير. المغرب لا يتراجع، بل يواصل السيطرة ويفرض إيقاعه بثقة. تمر الدقائق ثم تأتي الضربة القاضية، الهدف الثاني لأسود الأطلس، هدف يؤكد التفوق ويحسم النتيجة عمليا. ومن جديد تتجه الكاميرات نحو المنصة الرسمية، ابتسامة أوسع، سعادة واضحة، وفخر لا يحتاج إلى كلمات. سمو الأمير يتفاعل، يصفق ويشارك الشعب فرحته في صورة تجسد وحدة الإحساس بين القيادة والجماهير.
المنتخب يتحكم، الوقت يمر، والجماهير تستمتع، أهازيج وتصفيق وأمطار تزيد المشهد جمالا لا قسوة. المغرب في طريقه لفوز مستحق، افتتاح مثالي، وثقة تتعزز مع كل تمريرة. صافرة النهاية تعلنها واضحة: المغرب 2، جزر القمر 0. فوز في الافتتاح، أداء مطمئن، وأمسية ستبقى في الذاكرة. ليلة امتزج فيها الفرح الرياضي بالحضور الوطني، وبمشهد إنساني راق لولي العهد واقفا تحت المطر مبتسما فخورا، ومحييا شعبا يعشق كرة القدم ويعشق بلده المغرب. هكذا بدأ المشوار، وهكذا يكتب الحلم. أشكركم على المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.